الماربل كيك وجماله. شايفين شكله هش جدا، طبقاته متساوية بجد يا جماعة، تحفة. يلا نشوف هنعمل الجمال ده ازاي مع بعض. دخلت كوبايتين من الدقيق، وكمان ضفت لهم معلقة من البيكنج باودر او باكيت بيكنج باودر. مهم ان احنا ننخل الدقيق مرة واتنين، ما تستكفوش بمرة، يعني كل ما تنخلوا الدقيق كل ما يكون افضل. قلبت كده الدقيق مع البيكنج باودر، وكنت ضفت لهم رشة ملح صغيرة جدا. في الخلاط ضفت 4 بيضات، نزلت بباكت فانيليا، وكمان كوباية الا ربع من الزيت، ومعلقة من كوباية من السكر. ضربتهم كويس قوي قوي في الخلاط لحد ما بقاش فيه سكر خالص، يعني الخليط بقى ناعم جدا. نزلت بيه في بولة، وهبدأ ان انا انزل بيه هنزل بالدقيق على الخليط السائل. الطريقة دي بتخلي الكيك هش جدا يا جماعة. بنزل بكمية الدقيق مش مرة واحدة، بنزل بيها تدريجيا زي ما حضراتكم شايفين كده. وليلو الله يكرمها، كانت فاكراها عجينة وكانت عايزة حتة، فمدت ايديها كده عشان تاخد حتة. عادي عادي. قلبنا الخليط بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، طبعا هو كان تقيل. نزلت بنص كوباية مية مغلية، بتغلي يا جماعة سخنة جدا، ممكن نستبدلها بلبن، بس المية نتيجتها افضل. قلبتها بقى كده على طول، وما تخافوش ضيفوا المية على طول وما تقلقوش من حاجة. تمام كده، ظبطتها وتأكدت ان كل خليط الكيك تجانس مع بعضه. في بولة حطيت معلقتين من الكاكاو الخام، نزلت عليهم برشة من القهوة سريعة الذوبان، وكمان معلقة من الزيت. ضفت لها مية سخنة كده، علشان لازم اخلي خليط الكاكاو دوت سايل شوية زي ما حضراتكم شايفين، يبقى كريمي كده. هنزل بنص الخليط على الكاكاو، والنص التاني هقسمه او يعني هضيفه في بولة تانية عشان اتأكد ان الكمية متساوية بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. هقلب بقى خليط الكاكاو كويس جدا، ونخلي بالنا ان ما يكونش فيه اي كاكاو في ارضية البولة. لازم نتأكد ان كل المكونات اختلطت كويس جدا. فهجيب سباتيولا كده عشان اجيب الجوانب والارضية كويس بالشكل ده. شايفين لسه في كاكاو تحت رغم ان انا قلبت كويس جدا، فلازم السباتيولا عشان نتأكد ان كله امتزج تمام. في صينية كنت مبطناها بالسمنة، والسمنة على فكرة او الزبدة احسن من الزيت في تبطين صينية الكيك. ورشاها رشة من الدقيق ومنفضاها كويس قوي. هنزل بخليط الكيك بالتناوب، بس لازم اول طبقة تحت اللي هي الفانيليا تكون كتير شوية، وبعد كده الطبقات هنحاول ان هي نخليها متساوية. نزلت بخليط الكيك زي ما اتفقنا بالتناوب كده، مرة بعد مرة، وكده خلاص بنخلص اخر كمية. معلش يا جماعة الفيديو طويل شوية، بس في تفاصيل كتير ما كانش ينفع ان انا اتغافل عنها. ولو حضراتكم لسه مكملين معايا الفيديو، ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتسيبوا لي كومنت تقولوا لي رأيكم في فيديو النهاردة. وكمان لو بتشوفوني لأول مرة ما تنسوش تعملوا متابعة. بأي ستيك كده ببدأ ان انا اخد الخليط بتاع الكيك من جوه لبره بالشكل اللي حضراتكم شفتوه، وبعد كده من بره لجوه، بس لازم في كل مرة بمسح الستيك. في الوقت ده كنت مشغلة الفرن على درجة حرارة 160 ل 170 حسب الفرن عندكم هادي ولا حامي. بدخل الكيك على الرف الاوسط، ما تستعجلوش عليه يا جماعة، خليه ياخد وقته، يعني ما تستعجلوش ابدا، ياخد له ساعة الا ربع في الفرن مش مهم، بس مهم يطلع معانا النتيجة مظبوطة. ومهم جدا ان احنا ما نفتحش الفرن على الكيك قبل مرور نص ساعة. بعد النص ساعة ممكن نفتحه وتعملوا تشيك عادي. وطبعا بعد مرور النص ساعة او 40 دقيقة بنبدأ ان احنا نعمل لها الاختبار باي ستيك كده، ونبدأ ان احنا نشوفها استوت خلاص نطلعها. لو خدت لون تمام، لو لسه شوية اصبروا عليها عادي، ما تستعجلوش.
طيب لو اختبرت الكيك ولقيت ان هو استوى واخد لون من الجوانب بس الوش بتاعه لسه لونه مش الطف حاجة، ممكن نشغل الشواية على الهادي خالص ونبدأ نلفلف الصينية واحدة واحدة كده لحد ما تاخد اللون المظبوط. نطلعها تهدى ونبدأ بعد كده ان احنا نقطع. امشوا على الخطوات بالظبط، هيطلع معاكم احلى كيكة. لو وصلتوا معايا لحد هنا بشكركم جدا، وبفكركم لو بتشوفوني لأول مرة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكمان متابعة، واشوفكم الفيديو الجاي على خير.